خلاص كلها كام يوم وتبدأ البطولة الأكبر والأهم على مستوى القارة الأفريقية بعد ما تم تحديد مستضيف البطولة، وهي دولة ساحل العاج. البطولة اللي هيشارك فيها 24 منتخب، وهيتم تقسيمهم على 6 مجموعات، وهيتأهل من كل مجموعة الأول والوصيف بالإضافة إلى أفضل 4 توالت على مستوى المجموعات علشان يكمل ال16 منتخب. ويأتي المرشح الأول للفوز بالبطولة وهو المنتخب المغربي بعد حصوله على رابع كأس العالم قطر 22 بعد ما قدر إن هو يزيح عمالقة العالم ويوصل لنصف النهائي. ففي الحلقة دي هنتكلم عن تاريخ منتخب مصر في أفريقيا بعد آخر تتويج لينا في 2010، وفي الجزء الثاني هنتكلم عن المجموعات ونشوف مين وقع مع مين، زائد كمان توقعاتي للمتأهلين من دور المجموعات. فيلا بينا نبدأ. بعد ما قدر المنتخب الوطني انه يفوز بكأس الأفريقية في 2010 بعد الفوز على المنتخب الغاني 1-0 بهدف البديل الذهبي محمد ناجي جدو، عشان تتربع مصر على عرش أفريقيا ب7 ألقاب للكأس. ومن بعد لقب 2010 بعديها دخل المنتخب المصري نفق مظلم ما قدرش انه يخرج منه الا في 2017، لان احنا من 2010 ل 2017 ما قدرناش حتى اننا نتأهل للمشاركة في البطولة. تخيل بعد ما كنا بننافس على اللقب بقينا ساعتها مش عارفين بس نطول شرف المشاركة. فبعد 2010 فشل منتخبنا في التأهل لكأس الأفريقية في 2012 عشان بعديها يتم تعيين المدرب الأمريكي بوب برادلي، وفشل برضه في التأهل لكأس الأفريقية في 2013، وفشل برضه في التأهل من تصفيات كأس العالم 2014 بعد الهزيمة المزدوجة من المنتخب الغاني، عشان بعديها يتم إقالة المدرب الأمريكي بوب برادلي ويتجه الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين مدرب وطني للمنتخب، ويقع الاختيار على الكابتن شوقي غريب مدير فني للمنتخب المصري. شوقي غريب اللي قدر مع الكابتن حسن شحاتة انه يحقق الثلاثية التاريخية للمنتخب من 2006 ل 2010. وفي التصفيات المؤهلة لكأس الأفريقية وقعنا في مجموعة بتضم تونس والسنغال وبتسوانا، واحتلنا ساعتها المركز الثالث. وفشل شوقي غريب في التأهل لكأس الأفريقية في 2015 عشان في 2 مارس 2015 اتولى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وقدرنا معاه اننا نتأهل للمشاركة في افريقيا في الجابون 2017، وقدرنا ساعتها اننا نتأهل من دور المجموعات علشان نلاعب المغرب. والحمد لله قدرنا اننا نتخطى عقبة المغرب بعد الفوز عليهم 1-0. وفي نصف النهائي واجهنا منتخب بوركينا فاسو ووصلنا معاهم لضربات الجزاء بعد التعادل 1-1. والحمد لله برضو قدرنا ساعتها اننا نتأهل للنهائي بعد الغياب الطويل عن المشاركة في البطولة. وشهدت المباراة التألق الكبير من العملاق عصام الحضري، واللي ساعتها كان عنده 44 سنة وهو اكبر لاعب يشارك في كأس الأفريقية. وصلنا نهائي البطولة مصر في مواجهة الكاميرون، واللي ساعتها كان عندنا امل كبير في حصد البطولة الثامنة في تاريخنا في ظل عدم وجود نجم اول في المنتخب الكاميروني ساعتها، واللي كان اغلبه مكون من لعيبه من الشباب. وساعتها نزلنا ضاغطين على الكاميرون لحد ما قدرنا نسجل هدف عن طريق محمد النني، ولكن بعد الهدف للاسف سيبنا لهم الكرة تماما ورجعنا علشان نحافظ على هدف التقدم، علشان في النهايه نخسر البطوله بعد فوز الكاميرون 2-1 على المنتخب المصري. وبعد الاداء السيء لينا في كاس العالم روسيا 2018 واحتللنا المركز الاخير في المجموعه بعد الخساره من المنتخب السعودي بعد ما كان ماتش السعوديه مضمون. وفي 2019 استضافت مصر البطولة عشان نبقى احنا اكتر الدول اللي قدرنا نستضيف البطولة ب5 مرات. وفي كأس الأفريقية 2019 دخل المنتخب المصري وهو احد المرشحين للفوز بالبطولة في ظل انها بتتلعب على ارضنا، وقعنا ساعتها في مجموعة سهلة بتضم الكونغو الديمقراطية واوغندا وزيمبابوي، وتأهلنا من دور المجموعات عشان نلاعب جنوب افريقيا. وفي اول اختبار حقيقي لينا خسرنا 1-0 وخرجنا من البطولة وسط حزن كبير من كل الجماهير، عشان بعديها يتم اقالة خفير اجيري وتعيين حسام البدري، ولكن بعديها يتم اقالته بسبب سوء الاداء مش سوء النتائج، في فرق خلي بالك. ويتم تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ومع كارلوس كيروش لعبنا كأس الأفريقية 2021، وساعتها وقعنا في مجموعة في المتناول بتضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان. وساعتها قدرنا نتأهل تاني المجموعة ب6 نقط بعد نيجيريا عشان نقابل منتخب ساحل العاج اللي هو كوديفوار، وقدرنا نكسب ساحل العاج 5-4 بضربات الجزاء عشان نوصل لدور ربع النهائي امام المغرب. وقدرنا اننا نتخطى عقبة المغرب بعد الفوز على المغرب 2-1 في مباراة شهدت تألق محمد صلاح وتريزيجيه. وفي الدور نصف النهائي اصطدمنا بصاحب الارض المنتخب الكاميروني، والمباراة دي ساعتها كان فيها انحياز كبير لحكم المباراة لصالح المنتخب الكاميروني، بس الحمد لله قدرنا اننا نفوز 3-1 بضربات الجزاء عشان نوصل للنهائي مصر في مواجهة السنغال، صلاح في مواجهة ماني. وساعتها خسرنا 4-2 بضربات الجزاء، وتضيع علينا النجمة الثامنة للمرة الثانية في آخر 3 مشاركات لينا في كأس الأمم.
كأس الأمم الأفريقية 2024 هتتلعب في ساحل العاج، وقدرنا إننا نتأهل للمشاركة في البطولة، ووقع المنتخب في المجموعة الثانية في مجموعة في المتناول، غانا وزيمبابوي والراس الأخضر، وإن شاء الله هنتأهل ومعانا المنتخب الغاني. والمجموعة الأولى بتضم ساحل العاج ونيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، والمرشحين للتأهل من المجموعة وصاحب الأرض ساحل العاج والمنتخب النيجيري. وفي المجموعة الثالثة بتضم الكاميرون وغامبيا وغينيا والسنغال بطل النسخة الماضية، والمرشحين للتأهل من المجموعة السنغال اللي مش هيفرط في اللقب بسهولة ومعاه منتخب الكاميرون. وفي المجموعة الرابعة بتضم الجزائر وأنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، والمرشحين للتأهل من المجموعة الجزائر والمنتخب البوركيني. وفي المجموعة الخامسة بتضم مالي ونامبيا وجنوب أفريقيا وتونس، والمرشحين للتأهل من المجموعة تونس ومالي. في المجموعة السادسة بتضم الكونغو الديمقراطية والمغرب وتنزانيا وزامبيا، والمرشحين للتأهل من المجموعة هو المغرب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونتقابل في حلقة جديدة تانية بإذن الله. سلام.